بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من قرية المهاجرين، أحد أخواتي كلهم معتقلين وكده. واللي حصل النهارده إن هم نزلوا المهاجرين ودهسوا المساجد برجليهم، دخلوا لهم بالأحذية وبيقولوا إن فيها مخدرات. دهموا المهاجرين زي ما بيدومها كل مرة، دخلوها بس المرة دي دخلوا المساجد ماشي، دخلوها كمان يا ريت قلعوا الأحذية بتاعتهم بره، دهسوها برجليهم ودخلوا. أنا شايفة واحد منهم على المسجد من بره بالجزم بالشوز بتاعه بالأحذية بتاعته، والاتنين اللي كانوا نازلين من فوق كانوا بالأحذية. انت لما بتدخل المسجد هتنزل من فوق بالحذاء بتاعك ولا بتبقى سايبه تحت؟ بتبقى متساب تحت، لكن ده نازل من فوق بالحذاء بتاعه. ناس أحرار اعتقل منهم ياما ماشي، اعتقل منهم أكتر من 60 نفر ماشي، وفيها شهيد. كل دوت عشان بيدافعوا عن البلد وعايزين حقهم ومش ساكتين، وهيفضلوا برضو ما هم ساكتين. وكسروا في المساجد وكده، في المسجد وبهدلوا خالص برجليهم طالعين داخلين. واخدوا المسؤول عن المسجد عمي عمر جنيدي، ومسكينه يعني بشوية حاجات يفط وكده، والمخدرات اللي بيقولوا عليها والفلوس. وواحد بقى عمال بيشتم في الإخوان وكده منهم. وبرضو كانوا داخلين يعني مش كتير، كانوا هم 3 بس في المسجد، دهوسوا فيهم برجليهم طالعين نازلين. وشوية عربية دخلت أخدت عمي عمر وطلعت بيه، وراحوا على مسجد عمر بن الخطاب برضو بهدلوه وسكوا، يعني هم بيصلوا صلاة العصر وشوية وكده. هو ده يعني اللي حصل. مش عارفة ليه كده بيحصل في المهاجرين، يعني اشمعنى قرية المهاجرين؟ يمكن عشان فيها يوسف، الشهيد يوسف. مش عارفة ليه يعني السيسي يعني بيعمل كده ليه؟ ده سؤال يعني بيتوجه ليهم وكده. اشمعنى قرية المهاجرين؟ عشان فيها أحرار كتير مثلا، ده معتقل منها أكتر من 60 واحد. مش عارفة والله بيحصل كده ليه أصلا، يعني ليه قرية المهاجرين بالذات؟ دي أكتر قرية اتظلمت واتهانت. يمكن علشان واحد منهم انضرب فيها مثلا، عشان كده بيعملوا كده مثلا، يعني مش عارفة. مع انهم مسكوا كتير، ما فاضلش فيها يعني عشان خاطر يدخلوها كده ويبهدلوا المساجد برجليهم. ليه يعني؟ ده ظلم وده حرام اساسا. هو ما يعرفش ان كده يعني حرام؟ ده هيتعاقب عقاب شديد، لو ما تعاقبش في الدنيا يتعاقب في الاخره. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منهم لله حتى اللي معاه دولت، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يا رب يدوم النار اللي احنا دقناها. بس لسه الناس ديت لسه ما فاقوش، لسه ما حدش فاق منه، لسه هنفضلوا في الظلم ده كتير. مش عارفه هنفضلوا لحد كده امتى. اتظلمنا ياما وناس اتظلمت كتير. حسبي الله ونعم الوكيل.